صباح الخير والفرح والسعادة عليكم حبايب، يا رب تكون بأحسن حال. طبعا اليوم الروتين الأسبوعي يعني مالتنا. أنا متعودة مثل ما قلت لكم سابقا في فيديو سابق، إنه كل أسبوع يعني أجيب التجهيزات المنزلية اللي نحتاجها. وطبعا الوضع يعني مو دائما يعني بخير، لكن الحمد لله والشكر على كل حال. لأنه مثل ما تعرفون احنا يعني بالعراق نمر بأزمة اقتصادية كبيرة، ورواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى الرعاية الاجتماعية، يعني الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة رواتبهم تتأخر، وما نعرف شنو الأسباب. العراق بلد يعني معروف بغناه ومعروف بثرواته، لكن للأسف يعني الإدارة الخاطئة للدولة وصلتنا إلى هذه المرحلة. فالمفروض بينا احنا يعني افراد وكعائلة وكمجتمع نمشي امورنا يعني حسب امكانياتنا، ونحسب يعني حساب البكرة، لانه ما نعرف القادم، يعني يبدو انه مجهول، ما نعرف قادم الايام شنو. الان الرواتب تتاخر ويمكن دا ينطوها متأخرة، لكن يعني تجي يمكن بالأشهر القادمة أصلا ماكو راتب، لأنه الأوضاع بالعراق يعني تصير بصورة خاطئة بسبب الإدارة الخاطئة مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله القادم أفضل. المطلوب من عندنا إنه نقنن مشترياتنا ونقتصد وندبر، يعني كل ربة بيت تقدر تدبر ببيتها من الأشياء اللي متوفرة عندها، ونبطل التبذير. احنا العراقيين معروفين بالتبذير وبالإسراف، فشوية يعني نجي على نفسنا بهذه الأمور. أنا طبعا اليوم سوقت الأشياء الضرورية اللي محتاجتها، زيت وبهارات عندي اللي ناقصة، وأشياء يعني تخص الفطور أو الريوق، أشياء تخص العشاء، الفنجر والصاج وهاي الأشياء والمعلبات الأخرى. طبعا الأسعار مناسبة جدا، وأكثر المحلات يعني بها تخفيضات كبيرة. يعني أنا حتى سألت له المحل، أقول له هذا ليش، يقول لي بكذا سعر. أقول له ليش؟ يعني تخيلت إنه مثلا اكسباير أو شيء، لكن لا بالعكس، يعني كليتها يعني نظامية وما بيها شيء، لكن الأسعار مناسبة. وللأسف سيولة، يعني بعض العوائل ما عندهم هاي السيولة اللي يقدرون يتسوقون بيها بسبب الوضع اللي قلت لكم عليه. فمطلوب من عندنا انه نتكاتف ونتعاون وننتظر يعني ان شاء الله الفرج من رب العالمين. طبعا هذا الروتين انا اسبوعيا اسوق الاشياء اللي محتاجتها. جبت هاي الاشياء من الرز والزيت واشياء اخرى، وايضا عندي بعض التجهيزات بالبيت. حبيت اسوي طرشي اليوم، وغدا طبعا ايضا محضرة الفاصوليا اليوم نسوي ان شاء الله. فاصوليا نسميها احنا يابسة وتمن بالعراق. طبعا الطرشي هسوي طرشي الأحمر اللي هو الشلغم والشوندر. أحيانا يخلون وياه القرنابيط أو اللهانة، لكن أنا عندي بالثلاجة باقي شوندر وشلغم اشتريته وما استعملته، فحبيت اليوم يعني أسوي وأشغل بوقت فراغي مثل ما يقولون. وإضافة إلى يعني إنه رتبت شغلات بالمطبخ وأشياء متعلقة سويتها. وإن شاء الله يمر اليوم بخير وبسلام، وتمر أيامنا كلها وأيامكم بكل خير. طبعا طريقة الطرشي سهلة وبسيطة، الكل يعرفها. طبعا أنا عندي الشوندر مثل ما قلت لكم، غسلته غسل جيد جدا، وقطعته وخليته على النار. بعد ما يغلي وياخذ نص، يعني نص السوا مالته، قطعت ايضا الشلغم ونقعته بالملح لمدة ساعتين او اكثر. وبعد ما يعني اشطفه من الماء، اضيف له الشوندر اللي يعني خليته على النار حتى ياخذ اللون والطعم مالته، واضيف له الخل والملح وليمون يعني اذا متوفر عندك. طبعا اضيف للماء الساخن مال الشوندر نفسه
راح يكون سريع، ويعني ممكن أن يجهز خلال يوم أو يومين. وهاي طبعا هنا قطعتها اني ونقعته بالملح حتى يذبل ويذب المرورة مالته. وعندي هاي العلب مال المعجون اللي من تخلص اغسلها ويعني واحتفظ بها، فكمية قليلة هي حبيت اسويها يعني كنموذج. وايضا يعني هذا الطرشي من الاشياء المحببة بالمائدة يعني العراقية، خصوصا احنا العراقيين عندنا هذا في الطقس يعني. كل بيت فصل الشتاء تلقى الطرش الأحمر اللي هو متكون من الشوندر واللهانة والقرنابيط وحتى الجزر، وهي أشياء يضيفوها إليه. طبعا هنا الشوندر خليته على النار، وأول ما يستوي يعني تقريبا نص يعني سوى راح أضيفه على هذا، وإن شاء الله يطلع يعني فد شي طيب والجميع يعني يرغبون به. هذا الشلغم هنا سلكته، وضفت له بعد ما استوى على النص يعني ضفت له الدبس والسكر. طبعا يطلع في الطعم وفد ريحة كلش طيبة. هذا دائما احنا بنطلع بالاسواق او باي مكان ببغداد بالشتاء يعني ريحة الشلغم يعني تلقيها مالية المكان. فسويته على طريقة يعني اهل العربين مثل ما نسميهم بالعربانة يبيعوه. وطلع يعني النتيجة كلش طيبة والحمد لله والشكر. هنا طبعا ضفت له الشوندر للشلغام وخليت له الخل والمي مالته نفسه مالت الشوندر، وان شاء الله يوم او يومين يجهز. وهنا العلبة الثانية خليت بيها فلفل وخيار يعني شكلتها، وهاي لا خليت بس شوندر وشلغم. ويعني جربوه ان شاء الله فشي يعني طيب. وأيضا يعتبر نوع من المقبلات على الأكل، يعني أغلب العوائل بالشتاء يحبون الطرشي أكثر من الصيف يعني لأنه الصيف حار ويحمى. بالشتاء نحتاج هاي الأشياء، وأيضا هي يعني تشهي على الأكل. طبعا ضفت له الملح والخل. هنا أنا خليت بس 3 ملاعق ملح، تخلين الملح حسب الكمية اللي أنت مسويتها، والخل خليت يعني تقريبا يعني قلاص على كل علبة، وإضافة إلى الليمون. طبعا هذا اللي بيه فلفل وخيار خليت له ترم ثوم يعني حبايتين أو 3 ثوم وخليتها عليه، وإن شاء الله يومين ويجهز. طبعا مرقة الفاصوليا الكل يعرفها، بس احنا طريقتنا بالعراق يعني اكو ناس تخلي بصل، لكن احنا ما نخلي لا البصل ولا اي شيء، نخلي بس الثوم واللحم. والطريقة سهلة وبسيطة. تنقعيها الفاصوليا بالليل وتسلقيها الصبح حتى لو يعني ما منقعتها أيضا، يعني تخليها على النار، ومجرد ما تفور توطين النار عليها، وخلال يعني نص ساعة أو ساعة تستوي. هنا طبعا ضفت الدبس على الشلغم بعد ما استوى على النص. طبعا يطلع قلت لكم مذاقه كلش طيب، وجربوه إن شاء الله يعني ما راح تخسرون. الفاصوليا بعد ما راح تستوي أنا طبعا خليت اللحم ويا الفاصوليا، أول ما فارت أو غلت ضفت لها اللحم ويستوي وياها. يعني راح ينطيها فد نكهة طيبة، وأيضا الفوائد يعني باللحم ما تروح يعني كلها تصير يعني بالمي مالت الفاصوليا. طبعا بعد ما تستوي الفاصوليا راح أخلي أحمس الثوم على صفحة يعني بالطاوة، وأضيف للحم. طبعا أحمسه وأضيف للمعجون واللحم، وبعدين أضيفه على الفاصوليا. طبعا المي مال الفاصوليا أكو هواية يعني من يبقى مي بيها من تستوي يعني يرمو، لا بالعكس هذا المي مالته هو اللي يسوي لها الطعم. أضيفه للمي مالته، وإذا أشوف يعني الكمية قليلة أضيف لها مي مرة ثانية. هنا طبعا عندي الشلغم مستوى، ويعني أتركه أن إلى أن يعني يتغير لونه وياخذ مذاق الدبس اللي هو العسل الأسود أعتقد إخواننا بمصر يسموه، والسكر، وفالطعم كلش طيب. ويعني يعني ناخذه كتحلية بعد الأكل أو يعني بين الوجبات، فالشي طيب وحلو أيضا مفيد. طبعا هنا بعد ما كملت الطرشي وإن شاء الله راح أكمل الغداء. أكو هواي أشياء يعني بالبيت عندي متعلقات سويتها.
عندي يعني مثلا استقبال بعدني ما مجهزته، جهزته وكملته اليوم، وإن شاء الله يمر علينا هذا الشتاء بخير وبسلام، وهاي السنة تخلص ونخلص من عدها وعلى خير وسلامة، وكافي اللي شفناه وكافي اللي خسرناه. هنا طبعا هذا شوندر خليته على النار مثل ما قلت لكم ودا يستوي، ويعني هذا بعد ما استوى الشلغم يطلع هيك شكله وطعمه طبعا كلش طيب. يا ريت لو تجربوه حبايب. مثل ما قلت لكم التدبير يعني كلش مهم بهاي الايام، ويعني حتى لو كنا متعودين على نظام معين نحاول نغيره، لانه الايام حبلى بالمفاجآت وما نعرف ايش راح يصير. فان شاء الله كل احنا مدبرين ونحمد الله ونشكره على كل حال، ويا رب الوضع يتغير للأحسن. طبعا هاي هنا عندي رقبة مالت بقر فما كسرتها، خليتها بكبرها وخليتها ويا المرقة. هنا إذا نحمس الثوم ويا البصل ويا المعجون وأضيفه للفاصوليا. طبعا ما ننسى التعاون بيناتنا ونشوف يعني اللي مثل عنده إمكانية يساعد اللي ما عنده بهاي الأيام العصيبة. أكو ناس عندها أمراض مزمنة، يعني ظروفها صعبة ما تقدر تجيب العلاج مالتها، نحاول إنه قدر الإمكان نساعدهم ونقدم لهم يد العون، لأنه يعني الأيام يعني دائما مو أيامنا مو كليتها سوى يوم لك ويوم عليك، يعني اللي صار بي اليوم ممكن أن يصير بينا إحنا بكرة. فأكيد رب العالمين يسخر لنا ناس تساعدنا مثل ما إحنا نساعد الغير. أتمنى إنه الفيديو هذا عجبكم اليوم، وآسفة إذا طولت عليكم. وهاي النتيجة، هاي المرقة سويت وياها تمن والشلغم والزلاطة، وإن شاء الله تجربوه وألف عافية إلنا وإلكم. تحياتي إلكم ويا رب الشفاء العاجل لكل مريض، وتحياتي لكل أصدقائي وكل صديقاتي وكل تعليقاتهم الجميلة، وأتمنى لهم الخير والسعادة والسلامة، ويا رب دائما